أهلا بيكم في بودكاست دماغك رايحة فين؟ هنتكلم النهاردة عن الاستثمار العقاري وخطورة الموقف وضرورة تدخل الدولة. ودلوقتي هحكي الحكاية من تاني. في يوم من الأيام كان الحلم بسيط، مكان في الساحل الشمالي على البحر، نرتاح فيه ونفتكر تعب السنين ونقول الحمد لله استثمرنا صح. لكن في بور سيدي عبد الرحمن اللي هو بلاش حاليا، الحلم ده اتسرق من ناس كتير، وبدل الضحك والصيف بقى فيه وجع وانتظار ودوامة قانونية ما بتخلص. طيب يا جماعة، عايز أقول لكم إن كل الشخصيات اللي هتتعرض دلوقتي من وحي الخيال ومش ناس حقيقية بجد يعني. تعالوا نشوف ونسمع المتضررين كلامهم إيه. أنا اشتريت شقة حلمي ولسه مستني المفتاح بقالي 6 سنين. الورق كله تمام بس المشروع لسه أرض فاضية. قالوا لي استلام في 2020 ودلوقتي احنا في 2025 ولسه بستنى. كل ما بسأل يقولوا الأسبوع اللي جاي والشهر اللي جاي والسنة الجاية. احنا مش بنطلب كتير بس عايزين حقنا. الناس باعت ذهبها، باعت عربياتها علشان تشتري أمانها. دي مش قصة فرد يا جماعة، دي مئات الأسر ضحايا مشروع بدأ بحلم وانتهى بمرارة. المشكلة مش بس تأخير تسليم، المشكلة إن الناس دلوقتي مش عارفة تلجأ لمين. الملاك لجأوا للقضاء، قدموا مستندات، رفعوا قضايا، لكن التنفيذ بطيء والقوانين مليانة ثغرات، والمطورين استغلوا كل فجوة ممكنة في العقود. العقود اللي المفروض تحمي الملاك اتحولت لسلاح ضدهم. كل تأخير وكل جلسة مؤجلة وكل لجنة بتراجع من جديد بتخلي الناس تفقد الثقة أكتر وأكتر في فكرة العدالة. اللي بيحصل النهاردة مش مجرد نزاع تجاري، دي قضية رأي عام، لأنها بتمس سمعة السوق العقاري المصري. لو المستثمر فقد الثقة في المطورين والسائح فقد الثقة في المشاريع، يبقى لازم الدولة تتحرك فورا. محتاجين رقابة حقيقية على المشروعات دي ومساءلة صارمة لأي مطور ما يلتزمش بعقده. اللي اتسرق هنا مش بس فلوس الناس، ده حلمهم وكرامتهم وثقتهم في البلد، لأن في الآخر إحنا مش ضد الاستثمار، إحنا ضد الاستغلال. كفاية وعود، احنا عايزين مفاتيح. إحنا مش بس عملاء، إحنا بشر عندنا بيوت مستنيانا. احنا صوت كل اللي اتخدع وكل اللي لسه مستني. المطورين بيكسبوا والمواطن بيتكسر. عايزين قانون يحمي الناس مش يحمي اللي ظالمهم. صوت الملاك النهاردة مش مجرد شكوى، ده نداء استغاثة، نداء من ناس آمنت بالمشروع وبالدولة وبالقانون. يا دولة يا قضاء يا رقابة، احموا الناس من المطورين اللي باعوا الكلام بدل العمران. المشروع اللي اتبنى على الرمال محتاج قرار من حديد، لأن الحلم المصري مش المفروض يتكسر على شط بور سيدي عبد الرحمن. المطورين بيكسبوا بس العقارات مش استثمار. بس دي استثمار، حقيقة يا ناس. دي حياة ناس. العقارات مش بس استثمار، دي حياة ناس. العقارات مش بس استثمار، دي حياة ناس. العقارات مش بس استثمار، دي حياة ناس. رسالة من ملاك بور سيدي عبد الرحمن بلاش حاليا. نطالب بتدخل عاجل من الجهات المعنية لحماية حقوق المواطنين. السكوت مش حل، والحق لازم يرجع لأصحابه. وشكرا لكل اللي بيسمعونا. لو انت او حد تعرفه متضرر من مطور مش ملتزم، شارك الحلقة واكتب تجربتك علشان صوت الناس يوصل. انا خالد، وده كان بودكاست دماغك رايحة فين. الناس فائت، استنونا في حلقة جديدة. سلام.